هنحتاج ايه اما نيجي نقيس السكر او نرندم البيشنت؟ هنحتاج جهاز الرندمة الجلوكوميتر، وهنحتاج الستريبت اللي هو الشريط، وهنحتاج الشكاكة اللانست، وهنحتاج كوتون، وهنحتاج الكحول. تمام. دلوقتي احنا رايحين للبيشنت او المريض، هنبدأ نمسك اي صبع من الصبعين اللي قدامك دولت. تمام. ونحط الستريبت او الشريط في المكان اللي عندك دلوقتي في الجلاكوميتر. الشريط زي ما انت شايف فيه حته كبيره كده وحته صغيره. الحته الكبيره الشريط الكبيره ديت اللي بتركب في الجهاز زي ما انت شايف دلوقتي في الفيديو. تمام. هنركبها في المكان اللي قدامك ده زي ما انت شايف. ركبت الستريبت او الشريط، بدأ يديك الصفر اللي هو كده اشتغل. تمام. زي ما انت شايف في الفيديو. تبدأ دلوقتي تروح للمريض، الصبع اللي قدامك ده تعمل له مساج زي ما انت شايف، مساج عشان الدم يطلع معاك والحتة دي تسخن كده الجلد. تمام. تفضل تعمل له مساج زي ما انت شايف في الفيديو كده، وتبدأ تجيب كوتون وعليه الكحول. تحط رشتين كحول كده على القطن، وتبدأ تعمل ديس انفكشن او تعقم المكان. حركة دائرية، حركة وانشوت. تمام. تبدأ تجيب اللينس او الشكاكة تفكها زي ما انت شايف كده، في انجكتور بس احنا دلوقتي في اللينس الشكاكة دي. هتبدأ تشكه زي ما انت شايف في الفيديو كده من الجنب. شكيته بس الدم قليل لانه هو اصلا صايم. تمام. هو اضغط على ايديه اهوت، طلع البلط، هتمسح اول نقطة دم، مش هتقيس. طلع الدم تاني، تبدأ بقى تقيس بيها، بتوصلها بالشريط. هيبدأ يطلع معاك الرقم زي ما انت شايف اهوت. اصبر، هيعد من 5 ثواني لحد 0. طلع 93. طبعا الراجل ده صايم اللي انا بقيسله ده، فالرندمة بتاعته بتكون من 70 ل100. الطبيعي بتاع الصايم والفاستنج من 70 ل100.